أقوى تعديل في التاريخ. سيتم تحويل هذا الوحش وهي النيسان جي تي آر إلى نيسان متوحشة، أو بالأحرى سيتم تحويلها إلى أشهر نيسان ظهرت في فيلم فاست اند فوري. يعني سنحول هذه السيارة العادية إلى سيارة مشهورة جدا. وبدون إطالة اشترك في القناة، لايك للفيديو، وهيا بنا نبدأ. لأن هذه السيارة ستتحول إلى وحش بقوة جنونية تفوق 2000 هورس باور، متخيل؟ أما صوت السيارة سيصبح شيء جنوني خيالي. اسمع صوت المحرك، هذا الصوت بدون أي تعديل. والآن لندخل هذا الوحش إلى غرفة العمليات حتى نبدأ بالعمل عليه. أول شيء نبدأ به هو إزالة داخلية السيارة بالكامل. لن يبقى أي شيء داخل السيارة. نزيل الكراسي الأمامية والخلفية، سجادة السيارة، سقف السيارة، الراديو، عجلة القيادة، طبلون السيارة بالكامل، أغطية الأبواب. وبهذا تكون السيارة لم يبقى فيها أي شيء من الداخل سوى الهيكل. والآن لنضع القفص الأول في مكانه ونشكل القفص من الأجزاء الأخرى، من مؤخرة السيارة حتى مكان السائق، ويتم بعدها لحم كل الأجزاء مع بعضها البعض، وأيضا مع هيكل السيارة في كل مكان يتلامس فيه الهيكل مع القفص. وبعد الانتهاء من تركيب قفص الحماية بنجاح سننتقل إلى شيء أفضل من قفص الحماية وهو المحرك. أول شيء نبدأ به هو إزالة العجلات، بعدها المصد الأمامي، المصابيح، وفك غطاء المحرك. بعدها نفتح خزان الزيت حتى يخرج الزيت القديم من المحرك. بعد الانتهاء سنبدأ بإزالة نظام العادم، نفكك كل النظام. بعد الانتهاء من نظام العادم سنزيل ناقل الحركة الذي ينقل الحركة إلى العجلات الخلفية، لأن السيارة دفع خلفي. والآن سننتقل إلى تفكيك المحرك. سنبدأ بتفكيك نظام التبريد، نزيل المروحيات من الراديتر. بعدها تفكيك نظام التعليق بالكامل، المساعدات، النوابض، الأدرعة، التوصيلات، المقصات، وأيضا حتى العمود الموازي. بعد الانتهاء من نظام التعليق الآن نفك المحرك من هيكل السيارة ونزيله من مكانه، ونزيله من الكاليبر مع الحامل. وها هو المحرك الأسطوري، الست أسطوانات 2.6 لتر توين توربو، محرك جنوني أسطوري خارق. بعد إزالة المحرك نعيد كل القطع إلى هيكل السيارة من مصد أمامي ومصابيح. وأيضا سنقوم بتركيب كرسي من الكربون فايبر على السيارة. كرسي بهذا الحجم لا يتعدى وزنه كيلوغرام أو 2. ولأشرح لكم الفائدة منه، في السيارة هناك قوتين، القوة الأولى وهي القوة الحصانية للسيارة، والثانية هي العزم. والعزم هو قدرة السيارة على دفع نفسها من الصفر إلى سرعة معينة. فكلما كان عزم السيارة كبير ووزنها خفيف يعني الانطلاقة ستكون خرافية. يعني في هذه السيارة المعدلة لا بد من تخفيف وزن السيارة حتى تكون الانطلاقة بأقصى سرعة وتصل السيارة إلى سرعة معينة. وعندما تصل السرعة إلى سرعة معينة نحتاج القوة الحصانية حتى تصل السيارة إلى أقصى سرعة لها. وكل ما كان وزن السيارة خفيف ستتصارع السيارة بشكل أفضل وستصل إلى أقصى سرعة لها بشكل أفضل أيضا. والآن هذه السيارة بكل هذه التعديلات تتحول إلى وحش خارق. أما الآن فقط هناك هيكل فارغ على عجلات. أما الآن سنقوم بتركيب كل هذه القطع على الهيكل الفارغ. أول شيء سيتم تركيبه هو سب فريم جديد معدل بالكامل، بعدها بلوك جديد للمحرك لأن القديم كان في حالة مزرية وهذا يتحمل تعديل أكثر من القديم، وأيضا خزان زيت جديد من الجي تي آر، وأيضا ناقل حركة جديد من الجي تي آر أيضا مع ترانسفور كيس جديد، ودوره توزيع العزم بين العجلات مع ساب فريم خلفي. أما الآن سنعيد هذا الوحش إلى غرفة العمليات لنبدأ بالعمل عليه. أول شيء نركب الساب فريم القديم في مكانه، نربطه بإحكام بالهيكل، وبعدها نقوم بتقطيع أجزاء من هيكل السيارة. لماذا؟ حتى يركب المحرك الجديد، لأن البلوك الجديد ليس هو البلوك القديم للسيارة، لا بد من تعديل مكان جديد له حتى يوضع في المكان المناسب بنسبة 100%. بعد الكثير من التقطيع واللحام الآن نضع البلوك الجديد ونرى هل مناسب في مكانه أم لا. أظن أن ردة فعل هذا الشخص ستعرف أن المكان مثالي. بعدها نفس الشيء على مكان علبة السرعة، لأننا سنستبدل علبة السرعة فلا بد أيضا من تعديل مكان لها، لأن علبة السرعة القديمة لن تتحمل العزم الهائل الذي سيولده هذا المحرك بعد التعديل. ونبدأ بالتقطيع واللحام حتى
نضع مكان لها. وبعد الانتهاء نضع علبة السرعة في مكانها، والآن نقوم بتغليف هذا الجزء لأنه يظهر في داخل السيارة. بعد الانتهاء من تعديل مكان علبة السرعة ننتقل إلى تعديل آخر، وهو إزالة خزان الوقود حتى نقوم بتقطيع الصندوق الخلفي للسيارة، وبالضبط المكان الذي كانت فيه العجلة الاحتياطية لأنها بارزة في الأرض وأيضا لديها مقاومة للرياح. لذا سنزيل الجزء المنحني للأسفل ونجعله مستقيم، وأيضا سنعدل هذا المكان أيضا وستعرف لماذا. وهنا يظهر مربع. لماذا وضعنا هذا المربع؟ قد تتساءل لماذا. وسنضع فيه خزان وقود وليس أي وقود عادي. إذا عرفت نوع الوقود الذي يوضع في هذا الخزان اكتبه في التعليقات. أما الآن سيتم تركيب الساب فريم الخلفي، وها هو ذا الساب فريم جاهز للتركيب. سنتركه جانبا لننتقل إلى تعديل آخر، وهو تركيب كل هذه الأجزاء الكربونية الخفيفة على هذه السيارة وإزالة الأجزاء الثقيلة حتى نخفف وزن السيارة. سنستبدل المصد الأمامي، الرفارف الجانبية، صندوق السيارة. أول شيء نزيل المصابيح، نزيل المرايا لتركيب مرايا جديدة أيضا خفيفة الوزن ولديها مقاومة للرياح أقل، لنركبها في مكانها ونقوم بتركيب كراش بار في مقدمة السيارة لكي تحمل محرك في حال وقوع حادث. بعدها نركب الرفارف المصنوعة من الكربون فايبر، نضعها في مكانها ونشدها بإحكام بالبراغي ونعيد المصابيح إلى مكانها، ونفس الشيء من الجهة الثانية. بعدها ننتقل إلى مؤخرة السيارة، نركب الصندوق الكربوني الخفيف نوصله في مكانه وها هو ذا. وبعدها نعود إلى مقدمة السيارة ونركب غطاء المحرك الجديد الكربوني أيضا مع المصد الجديد. بعد الانتهاء سيتم رفع السيارة على شاحنة نقل السيارات لتذهب إلى الورشة التالية. ما هي التعديلات القادمة وماذا سيحدث لهذه السيارة؟ سنتعرف على كل هذا في الجزء الثاني. وتذكر أن التعديلات الحقيقية لم تبدأ بعد. لذا إذا أعجبك هذا المحتوى لا تنسى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك الجزء الثاني قريبا إن شاء الله. وإذا كان هناك تفاعل على هذا الفيديو سيتم نشر الجزء الثاني مباشرة.